مسلسل متوحش وأحداث جديدة. بتبدأ حلقتنا بالجد أشرف بيكون هنا متضايق جدا على اللي حصل ليمان، وبيتكلم مع المحامي وبيقوله انت لازم تشوف الموضوع ده. يمان مش ممكن يعمل حاجة زي دي، أنا عارف الولد وعارف أخلاقه، ياريت تتصرف. بيكون متوتر جدا ومتضايق وبيتكلم هنا بكل حدة مع المحامي وبيقوله لازم تشوف القضية دي ولازم تتصرف. بعد كده بنشوف هنا بيكون أليس موجود كان مع يمان وبيتكلم معاه وبيشمت فيه زي ما شفنا في حلقتنا اللي فاتت. بعد ما بيخلص هنا كلامه معاه بيبتدي يخرج. بيكون موجود هنا جسور وآسيا بيحاولوا ان هما يدخلوا يشوفوا يمان، لكن ما يرضوش يعني يوافقوا ان هما يدخلوا يشوفوه. بيقولوا له انتوا مش قرابة من الدرجة الأولى، ما ينفعش انك تقابل هنا يمان، وبيرفضوا. بيجي هنا أليزو بيتكلم معاهم بيقول لهم انا بس اللي اخوه واقدر اني ادخل، لكن انتوا مش اخواته، انتوا خلاص فاكرين ان انتوا اخواته فعلا، الزيارة ممنوعة. وبيبتدي هنا يضايقهم بالكلام وبيقول لهم خلاص بقى يلا امشوا من هنا، مش هينفع ان انتوا تدخلوا وانا كنت معاه واتكلمت بما فيه الكفاية، يا ريت تسيبوا المكان وتخرجوا من هنا، مهما حاولتوا مش هيدخلوكم ولا هيسمحوا لكم بالزيارة. وبيكون كلامه يعني مش كويس وطريقته معاهم. بعد كده بنشوف في مشهد تاني، بنشوف في المشهد اللي جاي بتكون هنا آسيا وجسور متضايقين جدا من معاملة هنا أليس ليهم، وبيقولوا هنا احنا لازم نمشي من المكان ومن البيت، احنا مش هينفع نقعد معاه ويكون وشنا في وشه على طول، اكيد هيضايقنا بكلام اكتر من كده. بعد كده بنشوف رؤيا بتكون حزينة جدا ومتضايقة جدا وطول النهار قاعدة بتفكر هنا في يمان، ويا ترى هيرسم موضوع على ايه، ويا ترى هيخرج من الحبس ولا لا. بتيجي هنا امها وبتقول لها مش معقول اللي انت عاملاه علشان ولد متوحش زي ده، هو ما يستاهلش زعلك وتفكيرك فيه ليل ونهار، خلاص بقى انسيه، انت عايزه تغلطي غلطتي وتتجوزي او ترتبطي بحد زي ده زي ما انا عملت مع ابوكي وفي الاخر ما لقيتهوش في حياتي. فوقي لنفسك وفوقي لمستقبلك، الولد ده لازم تنسيه ولازم تكون حياتك غير كده خالص. بتتضايق هنا رؤيا من كلام امها وبتكون مش عايزه ان هي تسمع باقي الكلام. بتقول لها انا لازم امشي دلوقتي علشان انا رايحه مع نسلهان الزياره، ولازم امشي دلوقتي حالا ولازم كلامي ده تفكري فيه، وهو ده اللي لازم يحصل لاني انا مش هسيبك تضيع مستقبلك علشان ولد متوحش زي ده. وبتتكلم هنا عن يمان بطريقة مش كويسة. بعد كده بنشوف نسلهان موجودة هنا مع الطبيبة النفسية، كانت جاية علشان تشوف شغلة لاني بتكون حالتها النفسية صعبة جدا في حلقتنا النهاردة. وبتقول لها البنت حالتها فعلا النفسية مش كويسة، وشكلها كده في حاجات كانت في حياتها وهي صغيرة. بتفتكر هنا نسلهان كل حاجات يعني كانت بتحصل زمان وهي طفلة، وفعلا بتفتكر ان البنت كانت دايما بتكون حابة تقعد لوحدها، وبتقول اكيد انا اللي وصلتها لكده لما كنت هنا يعني ما بهتمش باولادي وكنت دايما تفكيري كله مع اخوهم اللي كان مش موجود. بتفتكر كده وبتقول لها الدكتورة انت لازم دلوقتي تكوني جنبها وتكوني حواليها وما تسيبهاش. فعلا هنا بتطلع نسلهان لشغلة وبتكون معاها وبتحاول ان هي تتكلم معاها لكن بتكون مش سامعاها، بتكون متضايقة جدا هنا نسلهان على الحالة اللي وصلت لها شغلة، وبتكون خايفة على البنت جدا. بعد كده بتروح علشان تتكلم مع أليس وبتقول له انت لسه متضايق من اللي حصل، الكلام كله اللي انت قلته انا فاكراه، ويا ريت تسامحني على اي حاجة حصلت زمان، انا اكيد ما كنتش اقصد اني اكون بعيد عنكم، لكن كان غصب عني وكنت بدور على اخوكم. بتقول له لازم تسامحني وبتبتدي هنا تحضنه، وبتقول له كمان اني اكيد بعد كده هتفهم انا كان قصدي ايه، وكان غصب عني لما كنت دايما بفكر في يمان وهو كان يعني مش موجود في وسطنا. بيقول لها انا خايف دلوقتي تكوني بتفكري فيه اكتر لانه دلوقتي كمان عنده مشكلة. بتقوله المشكلة دي اكيد هتتحل قريب، واكيد هنا رزجار هيفوق واكيد هيكون مش هو اللي عمل كده، انا حاسة ان يمان مش ممكن يضربوا الضرب ده كله، ده ضرب ادى للموت ويمان اطيب من كده. بيبص لها هنا أليس وبيكون متضايق وطبعا مش عايز رزجار ان يفوق، وعايز ان حياته تنتهي علشان هيتكلم وهيقول ان هو اللي عمل فيه كده. بيسمعها هنا وهو متضايق جدا، لكن هي بتقوله يا ريت انك انت تكون مع اخوك الفترة دي، ويا ريت تروح تتردد عليه لحد ما نلاقي هنا حل، ولحد هنا رزجار ما يفوق من الغيبوبة اللي هو فيها ويبتدي انه يتكلم.
أكيد ساعتها هيكون في حل ويامان هيخرج. بعد كده بنشوف في مشهد تاني بيكون هنا سرحان قلقان برضه وعايز يطمن على حالة رزجار ويعرف يا ترى فاق ولا لسه، وبيكون في المستشفى وبيلاقي الحالة زي ما هي لسه ما فيش أي جديد، وبيكون هنا بيفكر وخايف جدا إن الحالة تتحسن، لكن لحد دلوقتي الحالة مستقرة وزي ما هي. بعد كده بنشوف هنا في مشهد تاني بتكون موجودة في المشهد اللي معانا شبنان، وبتكون رايحة لنسلهان علشان تروح معاها الزيارة، لكن فريدة بتتكلم معاها وبتقول لها في فردة حلق أنا لقيتها بتاعتك. بتقول لها لقيتيها فين؟ وبتتخض طبعا جدا. بتقول لها لقيتها في البيت. بتتضايق جدا هنا وبتقول يا ترى لقيتها فين بالظبط، وبتكون قلقانة جدا إنها تكون يعني لقيتها في المكان اللي هي بتفكر فيه. بتلمح لها هنا بكلام من بعيد لبعيد، وبعد كده بيبتدوا يمشوا من المكان. بيكونوا كلهم هنا رايحين ليمان علشان يطمنوا على القضية وصلت لحد فين. بعد كده فريدة ما بتتكلمش أكتر من كده وبتسيبها هنا هي تفكر يا ترى فردة الحلق دي كانت فين بالظبط، وبتكون قلقانة جدا ويا ترى هيحصل ايه. هنعرف بعد كده. هنا دكتور جوفان بيبتدي يشوف التقرير بتاع حالة هنا رزجار، وفعلا كمان بيشوف الفيديو اللي فيه التصوير بتاع يمان وهو بيضربه، وبيلاقي ان كل هنا التقرير غير الضرب كله اللي ظهر في الفيديو. طبعا هنا بيبتدي يقول انه لازم يروح المحكمة ولازم يقول هنا بالتقرير بالظبط، وان ضرب هنا يمان مش هو اللي في التقرير خالص. بعد كده بنشوف في مشهد تاني بيكون جسور موجود هنا في أوضة شغلة، وهو كان معدي ولقي الباب مفتوح ولقاها نايمة. بيتكلم معاها وبيقول لها يا ريت تعرفي أنا حاسس بإيه من ناحيتك وأنا أفديكي بروحي. وبيتكلم معاها كلام كتير لكن طبعا هي بتكون مش سامعاه. بعد كده بيلاقي هنا أليس داخل أوضة شغلة. بيبتدي إنه يتدارى بسرعة وبيخاف وبيقلق. بيجي هنا أليس وبيتكلم مع أخته وبيتكلم معاها وطبعا برضو مش حاسة بأي كلام، وبيقول لها انت لازم تفوقي ولازم تكوني اقوى من كده، وانا كمان جبتلك حقك، مش بس يمان اللي هيجيبلك حقك وبس، واكيد هتعرفي اني انا دايما هبقى احميكي، وانا كمان خايف عليكي. طبعا كل الكلام ده بيكون سامعه هنا جسور وبيفهم هنا وبيعرف ان هو كمان دخل في الموضوع، وكلام كله هنا أليس بيكون انه فعلا عمل حاجة هنا في رسجر. وبيتكلم مع اخته وبيقول لها لما تكوني كويسة هتفهمي أنا عملت كده ليه، وهتفهمي كمان أنا دايما معاكي ودايما حميكي وعمري ما هتخلى عنك أبدا. بعد كده بيبتدي يخرج من الأوضة، لكن بيكون هنا جسور لسه موجود، وبيكون خلاص فهم ايه اللي عمله أليس بالظبط، وبيكون كمان عرف ان هو ده اكيد الشخص التاني اللي بعد كده هيعرفوا في القضية ان في حد تاني خبط هنا راسجار. وبياخد بعضه وبيخرج من غير ما بيتكلم، بس كلام أليس كله واضح وكله مفهوم. بيبوس هنا أخته أليس وبيخرج من عند شغلة وبيروح لغرفته وهو متضايق عليها جدا، وبيقول أنا عمري ما هتخلى عنك أبدا. بعد كده بنشوف هنا بتكون المحكمة بتاعت هنا يمان، وبيكون الدكتور جوفان جه هنا وقال أقواله، وقال إن التقرير غير الضرب اللي هنا موجود في الكاميرات. بعد كده بيجي يموت وبيقوله هنا في التحقيق إنك أنت هتخرج بكفالة، لأن فعلا هنا رسجار الضرب اللي فيه غير الضرب التاني، فبكده أنت هتخرج وهتكون ممنوع من السفر، وطبعا ما تقدرش تخرج برا البلد لحد القضية ما تنتهي. وبيكون فعلا هنا يمان هيخرج من السجن لحد ما راسجار يفوق ويقول هنا أقواله، وهنشوف بعد كده ايه اللي هيحصل. بيخرج هنا يمان وهو مش مصدق انه خرج من الحبس، وفعلا لازم يدور على براءته ولازم يعرف مين الشخص التاني اللي خبط هنا راسجار على دماغه الخبطة دي. لكن هنا في التحقيقات خلاص بيخلو سبيله وبيبتدي ان هو يمشي من الحبس. بعد كده بيخرج يمان وبيلاقي دكتور جوفان موجود، وبياخده هنا بالحضن وبيفرح جدا لما بيلاقيه، وبيقول له هنا دكتور جوفان انا عارف انك ولد طيب وانك اتظلمت في الموضوع ده، واحساسي بيقول لي كده. هو بيشكره يمان بيقول له هنا ما تشكرنيش، دي الحقيقة اللي في التقرير وده اللي انا قلته وده اللي يدلي عليا ضميري. وبتيجي هنا بتكون موجودة ناس لهان وكمان سرحان، كلهم موجودين وبيعرفوا التقرير وبيعرفوا ان في شخص تاني هو اللي عمل كده راسكار، وطبعا كلهم بيكونوا قلقانين وبيفكروا يا ترى مين اللي عمل كده.
بيقولوا هنا مع بعض لازم الشخص ده يظهر ولازم نعرفه. طبعا سرحان بيتضايق جدا وبيقلق كمان جدا وبيكون مش عارف يعمل ايه. بتكون دي نهاية حلقتنا النهاردة، وإن شاء الله نلخص مع بعض الحلقات اللي جاية. شكرا ليكم، شكرا لمتابعتكم، واللي أول مرة بيشوف القناة ما ينسانيش في لايك واشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.